منذ لحظات النجم السوري، وادي أمجد وخطأ قاتل وهدف أول، هدف أول للاعب اوزفالدو، غلطة الشاطر بقلب وهدف في الدقيقة الأولى. مش معقول ماجد ناصر حارس المرمى العملاق، حارس مرمى منتخب الإمارات وأحد الحراس المميزين الحقيقة في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، وكوزمان هنا في هدف أول مبكر عن طريق اللاعب اوزفالدو اللاعب البرازيلي القادم من طبعا صفوف فريق نادي ساو باولو. هذا اللاعب طبعا وكم اللاعبين السابقين في اهلي دبي يسجل هنا في هذه اللحظات. مش معقول. ادي امامنا ارجع للكره عبد العزيز هيكل ويجلي تماما هنا حارس المرمى ماجد ناصر. هدف في الدقيقه الاولى مع بدايه وانطلاقه وخطا قاتل يعني تحت عنوان صدق او لا تصدق. ادي امامنا عمر السومه الخطير، وادي ارجاع الكره عبد العزيز هيكل، وادي امامنا حارس المرمى بقى موجودة هنا في هذه اللقطة، في ثغرة موجودة في اللقطة الماضية، ويعادل اسماعيل الحمادي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. تبقى النتيجة 1-1 امامنا هنا. ادي الكرة اهو وعبد الشافي متأخر في التغطية وعدى من محمد امان وتوغل اسماعيل حمادي. معمولة حلوة قوي من اللاعب احمد خليل. اسماعيل حمادي بقى هنا يسجل التعديل من خلال ضغط كان مستمر من جانب فريق نادي اهلي دبي. هدف التعديل، هدف الرد. كرة ملعوبة طويلة لصالح الاهلي. الله، هدف ثاني، الهدف الثاني في صالح الاهلي. يرتقي حسين مقاوي للكرة، يسجل الهدف الثاني. الاهلي افتتح التهديف في شوط المباراة الأول ولا ينتهي شيء فوق كل الحضور، ويسجل الهدف الثاني بهذه الطريقة. المقاوي يسجل الهدف الثاني. يا سلام يا سلام، المقاوي أطول الأعناق يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني. ينوي كده اللي يسجل في هذه اللحظات، يعدي حلو قوي تسهيل ويعمل عرضيه يا ولد، ينوي انه يسجل وتيسير الجسم يسجل تيسير. جاب هدف جميل في مرمى الهلال في لقاء 1-1 عندما سجل تيجو نيفس. وامامنا هنا التقدم ولي احمد محمود حارس الناصر، لكن تيسير الجسم بقول لحضراتكم لسه بقول ان الراقي ينوي في هذه اللحظات انه يسجل، وبالفعل تيسير الجسم يسجل في الدقيقه 58 عشان تبقى النتيجه 3-2. شوف عدى من كول وعدى امامنا هنا اهو، استغل الثغره وعبد العزيز هيكل، وفي الدقيقه مسؤوليه ماجد ناصر حارس المرمى. لعيب المايسترو امامنا هنا اهو. ادي المايسترو، ادي افضل صناع اللعب في المملكه العربيه السعوديه في عالمنا العربي. يا ولد يا ولد يا لعيب، ولعيب وعدى وبالشمال وطمع حارس المرمى في العرضيه. وخطا جديد من في فورتالينزي وتسديده تغير اتجاه الحمادي، ممكن التعديل ولكن يكملها محمد عبد الشافي. هدف التعديل 3-3. اسماعيل الحمادي الاخطاء الدفاعيه المتكرره في لقاء اليوم، وهدف بنيران صديقه عن طريق طبعا اسماعيل الحمادي هو اللي سجل، ولكن كملها له محمد عبد الشافي اللي حاول يغطي، ولكن كرة داخل الشباك. ياتي هدف التعديل وامامنا هنا كريستيان جروس يعني غير راضي عن هذه الكرة وهذه النتيجة، ولكن اسماعيل الحمادي يسجل هدفين في مباراة اليوم. هدف التعديل امامنا، ادي امامنا الاعادة. شوف تمريرة وكرة تثبت قوتها، وادي امامنا النهارده امير كردي وعبد الشافي بيشيلها، لازم يشيلها باليمين بيشيلها بالقدم.